فيلمنا بيبدأ مع فاليري وهي قاعدة بتدي محاضرة عن التنمية البشرية، وبتتكلم بثقة قدام الناس عن ازاي كل واحد لازم يصدق في نفسه وما يسمعش لأي صوت بيحبطه أو بيقوله إنه قليل أو ما يسواش. بتحاول توصل لكل اللي قاعدين إنهم يكتشفوا أحسن نسخة من نفسهم. بعد ما بترجع بيتها بتنزل تقعد شوية على حمام السباحة، وبتفضل تهرش في شعرها بطريقة غريبة كده تحس إنها مش طبيعية، يعني محتاجة تاخد دش بس فيروسول مش كفاية. وبالليل وهي قاعدة مع جوزها روبي بتقرا رسائل على موبايلها وبتفكر ان ذكرى وفاة امها لسه بدري عليها، لكنها بتتفاجئ انها قربت. جوزها بيعرض يروحوا يشوفوا ابوها ويسندوه، بس هي بترفض لان عندها شغل مهم ومش فاضية. تاني يوم بنشوفها تاني عند حمام السباحة، بس المرة دي بتفتكر ذكرى قديمة ليها وهي صغيرة مع امها وهما في مركب في النهر، لحظة مؤثرة. وبعدين نرجع تاني للوقت الحالي ونلاقيها حابسة نفسها تحت المية، وبتفضل كده لحد ما شعرها يبتدي يقع، وفجأة بتتخض وبتطلع بسرعة وتقفل التايمر اللي كان شغال على 7 ساعات و55 دقيقة. والله مش عارفة كانت ناوية تغرق نفسها ولا ايه بالظبط. بعدها بتروح لمكتبها وهناك بتكون مع صاحبتها ومديرة أعمالها كريستال، وبتقول لها إن الشركة اللي منظمة الجولات بتاعتها عايزين شهادة ميلادها. فاليري بتتوتر وبتنفعل، هما مالهم ومال شهادة ميلادي؟ وبتوعدها إنها هتدور عليها. في الوقت ده الهرش بيرجع أقوى وبتبدأ تحط كريمات، بس مفيش فايدة. في نفس الليلة فاليري بتصحى مفزوعة من كتر ما كانت بتهرش، وبتبدأ تدور على النت تشوف ايه السبب، وبتكتشف ان ده ممكن يبقى بسبب توتر نفسي وبيعمل التهابات وجروح في الجلد. بتقفل اللابتوب وهي مكتئبة. بعدها بيطلع برومو عن الكوتش فاليري بيستعرض رحلتها في تغيير حياة ناس كتير في امريكا، وانها دلوقتي رايحة للعالمية. جوزها اللي عامل البرومو بيطلب رأيها، وهي بكل برود بتقوله مش عاجبني، محتاج شغل، لكنه بيصر انه لازم ينزل خلاص الاسبوع الجاي. فاليري بتحاول تهدي اعصابها فبتعمل يوجا، بس وهي مغمضة بتحس ان في ايدين حواليها بتحاول تلمسها، وفجأة بتلمح ايد سودا مرعبة، ولما بتفتح عينيها بتلاقي نملة سودا على رجلها، وبعدها بتلاحظ خط نمل ماشي على الارض، فبتمشي وراه وبتشوف جاي منين. في اللحظة دي كريستال بتكلمها بتقول لها ان موضوع الشهادة بقى مستعجل والا الرعاة هينسحبوا. فاليري بتكتشف ان في عش نمل جوه الحيطة. الجرب يزيد والتوتر يولع، فتاخد بعضها وتروح لخالتها في صالون التجميل وتسألها عن صناديق العيلة القديمة. الخالة بتقول لها انهم في المخزن. تروح هناك وتدور وتكتشف ان في صندوق ناقص، ولما بتسأل بتعرف ان ابوها هو اللي اخده. بتشوف صورة قديمة لامها وبتفتكر ذكرى من الطفولة. بعد ما ترجع البيت توترها بيزيد وتبتدي تاخد حبوب منع الحمل من ورا جوزها اللي اصلا بيحاول يختار اسم للمولود لانه بيحلم يبقى اب، وهي مش قادرة تقوله الحقيقة. وهي بتهرش بتجرح نفسها بمشبك معدني وبتلف راسها بشاش وتلبس كاب. بعدها بتكلم دكتور صاحبتها وبتترجاه يكتب لها مرهم يقضي على الهرش. الدكتور بيقول لها ان الموضوع ممكن يكون نفسي، ويفكرها ان عيلتها فيها حالات نفسية كتير. فجأة وهي بتقلب في الزبالة بتلاقي جواب مكتوب عليه كرمي امك وموقع بحرف اس. تاني يوم بتروح لدير لان ابوها بقى راهب هناك. لما بيشوفها بيسألها عن جوزها ويقول لها ما تعذبش نفسها بسبب موت امها. بعدين بيعملوا مع بعض طقس تكريم للام اللي راحت. بتدخل معاه اوضته وبتسأله عن الصندوق اللي كان في صالون خالتها، لكنه بينكر انه شافه اصلا. تفضل بص على لوحة مرعبة متعلقة على الحيطة، ولما بتسأله عليها بيقول لها ان دي صورة سانشي، كائن شيطاني بيسيطر على البشر وقت الكوارث. الكلام بيخضها وبتتعب. بيروح يجيب لها مية وهي تستغل الفرصة وتفتش في حاجته. بتلاقي ميدالية فيها مفتاح مكتوب عليه مخزن شيروكي. بتاخده وبتهرب. وفي الطريق وهي راكبة عربيتها بتفك الرباط اللي على راسها وبتتصدم لما بتلاقيه مليان دود. بتشغل الكاميرا بسرعة عشان تصور، وفجأة واحدة بتخبط على الإزاز وبتكتب لها إنها واحدة من فانزاتها. فاليري كانت بتتصور مع شيروكي، خدوا كذا صورة سوا، وبعدها دخلت لوحدها المخزن أبوها وفعلا قدرت توصل للمكان اللي كان مأجره زمان. وهناك لقت البدلة العسكرية بتاعته وشهادة ميلادها وسط شوية ورق قديم، فخدتهم وحطت الشهادة في ألبوم صور العيلة القديم. وأول ما عملت كده بدأت تسمع صوت حد بيعيط. الصوت كان جاي من ناحية تانية جوه المخازن. مشت وراه على هدوء لحد ما وقفت قدام باب مخزن تاني. نادت على البنت اللي بتعيط عشان تطمن عليها، لكن فجأة لمحت نمل ماشي على الأرض وقدامها كأن في مراية، وبصت فيها لقت نفسها والنمل طالع عليها. وفجأة ايد سودة غريبة لمست جسمها. قلبها وقع من الرعب. بدأت تصرخ وتترعش، بس اتضح ان اللي ماسكها كان راجل الأمن وقال لها انت شكلك تعبانة يا أستاذة، وخرجها بره المخزن. رجعت على البيت وقررت تسد فتحة النمل اللي في الحيطة بالجبس. بعد كده دخلت الورشة اللي بتشتغل فيها من البيت، وفجأة سمعت صوت حاجة وقعت. لما بصت لقت ألبوم الصور اللي جابته من المخزن واقع، وقعدت تقلب فيه لحد ما لقت صورة لأبوها وأمها وصورة لأمها لوحدها. بس اللي لفت نظرها إن
وإن دراع أمها كان عليه علامات زي ما تكون كانت بتهرش جامد، وكمان في الخلفية على الحيطة كان في رسمة غريبة لكائن اسمه السانشي. في نفس الليلة فاليري قررت تربط إيديها عشان ما تهرش في دماغها وهي نايمة، ونيمت نفسها على الكنبة بعيدة عن جوزها. لكن وهي نايمة نملة خرجت من تحت الجوانتي وطلعت على جسمها ودخلت مناخيرها. قامت مخنوقة وبدأت تطلع حشرات من بقها، بس فجأة صحيت من النوم مفزوعة، كله طلع كابوس. بس لما بصت على ايديها لقيتهم دم. راحت عملت بحث على النت عن الشياطين، ووقتها ابوها كان بيتصل بيها بس هي مردتش. ركبت عربيتها وهي مش موقفه هرش في دماغها، وراحت لخالتها في الكوافير، ادت لها تذكرتين للجوله بتاعتها وسالتها عن امها لانها ماتت بدري ومفيش ذكريات كتير بينهم. خالتها بصت في الصور اللي فاليري جابتها وقالت لها امك بعد الحرب بقت انسانه تانية، كانت في حاجه سيطرت عليها، حاولت اساعدها كتير بس ما قدرتش. تاني يوم فاليري كانت بتصور برومو جديد، وفجاه حصل لها نفس اللي حصل قبل كده، وشافت ايد الكائن المرعب. صرخت وجرت على الحمام. لما رجعت سمعت المنتج روبا بيقول للممثله كريستال انه عايز يوقف الجوله لان فاليري شكلها ما بقتش متزنه. رجعت البيت وجوزها حاول يبص على الجرح اللي في راسها بس هي زقته واتخانقت معاه. نزل نام على الكنبه بس ما عرفش ينام بسبب الضوضاء اللي فاليري عاملاها وهي بتبني جهاز يربطها بنفسها وهي نايمه. وفي وسط ده كله روبي لقى اختبار حمل فاضي في الزباله واتنرفز جدا. اما فاليري فشافت الكائن بيظهر لها تاني وفك الايدين اللي كانت مربطاهم ومسكها وخلاها تهرش دماغها غصب عنها، وظهر لها كائن شكله نملة عملاقة. وفجأة صحيت من النوم مفزوعة، ايديها كلها دم وجوزها بيخبط على الباب، ولما فتحت له الوحش هجم عليه وطلعت برضه نومة من النوع التقيل. وفي لحظة مرعبة ابوها كان بيشم في المخدرات وبيبان على الحيطة اللي وراهم انعكاس سانشي وهو خارج من جسمه. بس فاليري ما كانتش مصدقة خالص، متأكدة ان امها مستحيل تعمل فيها كده او تأذيها بأي شكل. وبمجرد ما بتسيب البيت ابوها بينهار وعيونه بتدمع بيعيط زي العيال الصغيره. وفجاه كريستال بتكلمها وبتقول لها انا برن عليكي من بدري، العرض بتاعك فاضل عليه نص ساعه. فاليري بتقوم جري على الاستوديو وهناك بتتفاجئ ان روبي موجود، طلع من منظمين العرض. بتسيب كريستال وبتروح تعتذر له لكنه بيكون قلبه متحجر مش قادر يسامحها. العرض بيبدا وفاليري بتنده على واحده من الجمهور بتقف قدام مرايه كبيره على المسرح، وساعتها السانشي بيظهر في المرايه. فاليري بتصرخ وبتقع على الارض وبتبدا تهرش في دماغها بجنون، وبعدها بتجري وبتسيب كل حاجه. جوزها بيحاول يلحقها بس بتسبق الكل بعربيتها وبتروح على الدير عند ابوها. بتقوله وهي مش مصدقه كلامك طلع صح، شفته، لازم نتحد ونقضي عليه. لكنها بتتصدم لما بتلاقي جثه ابوها مليانه حشرات طالعه منها، وبتكتشف ان في ماده بيضه خارجه من راسها. ولما بترفع شعرها بتلاقي فتحه صغيره هناك، جسمها كله بيتشنج والدنيا بتسود. المشهد اللي بعده بنشوفها في المستشفى والدكتور بيعرض لروبي الأشعة المقطعية. مراتك حصل لها شلل، يمكن ترجع تتحرك ويمكن تفضل كده. روبي بيتصدم وبيسأل ازاي بني آدم يحفر فتحة في جمجمته، والدكتور بيقوله غالبا التهاب بكتيري خلى العظم يتاكل. من ورا الإزاز اللي بيفصلهم فاليري كانت شايفة كل حاجة، بس فجأة النور بيقطع والدنيا بتسود. ولما النور بيرجع بتشوف انعكاس الوحش واقف جنب سريرها. رغم كل ده جوزها ما بيتخلاش عنها، واقف جنبها في جلسات العلاج الطبيعي وبيكتف ايديها عشان ما تهرش في دماغها تاني. لكن في يوم بيصحى يلاقي ايديها مفكوكه وهي بتهرش تاني، فبيتعصب عليها وبيقول لها انتي فكيتي ايدك ازاي؟ بترد عليه وبتقول له مش انا، في حاجه جوايا بتتحكم. وبيلاقي مقص جنبها فبيتنرفز اكتر وبيسيبها ويمشي. وفاليري بتقف ورا باب الاوضه وبتسمعه بيكلم الدكتور، انا متاكد انها هترجع تاني، عقلها سليم ولازم تتعالج. في نفس الليله بتطبخ له عشاء لكنها مش بتقعد تاكل معاه بس بتعتذر له، وهو بيبدا يحس انه دايخ. بيسالها حطيتيلي ايه؟ وقبل ما يسمع ردها بيقع وبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في السرير وفاليري قدامه بتقوله اديني كام يوم بس وهحل الموضوع وكل حاجه هترجع زي الاول. بعد كده بنشوفها بتعمل طقوس غريبه قدام مرايات كتير وفي ايديها سكينه وبتكلم الوحش وبتقوله قول عايز مني ايه، لازم نلاقي حل ينفعنا احنا الاتنين. لكن الوحش بيقول لها انا عايزك وبس، وبيطلع ايده من المرايه وبيجرحها. المرايات كلها بتتكسر وفاليري بتهدى وبتسند دماغها وبتشيل ايديها اللي كانت بتهرش بيها. لكن لما جوزها بيسمع صوت المنشار بيجري عليها، بطلي، اوعي تأذي نفسك. فاليري بتمسك التليفون
وبتكلم الشرطة، بس الوحش بيظهر لها وبيقول لها يلا خلصي، اخبطي دماغك في الترابيزة أو اقطعي الباقي، وبيمسك ايديها وبيقربها من المنشار، بس هي بتمسك ايده وبتنزل عليه بالمنشار وبعدها بتخلص عليه بالمفك. بس المفاجأة راسه بترجع زي ما كانت وإيديه بتتكون من تاني. فاليري بتجري وتخرج من الورشة، وجوزها في الوقت ده كان فك نفسه وبيجري وراها. بتقف على طرف حمام السباحة والوحش بيظهر جنبها. بتحاولي تهربي، أبوكي وأمك حاولوا بس معرفوش، وفجأة أمها وأبوها بيظهروا وبيطمنوها إنها مش لوحدها، لكن بتظهر طفلتها وهي صغيرة وبتحاول تمنعها تطلع من المية. بتفضل تعافر وبتطلع، وبيكون جوزها هو اللي سحبها. ولما بتفتح ايديها بيلاقي طفل صغير بيسألها جبتيه منين. فجأة الطفل بيتحول لرماد وبينزل المية ويتحول للوحش، بس المرة دي ميت. وبتعتذر لجوزها وبتقوله انها حامل. وبعد سنتين بنشوفها شايلة ابنها الصغير جنب البحيرة اللي امها غرقت فيها. ايديها اللي كانت مقطوعة رجعت، شكلها عملت عملية. بس الحكاية ما خلصتش، حشرة صغيرة بتقف على وش ابنها وكأن الكابوس لسه ما انتهاش. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة.